ما تيجي بقى النهارده نعمل البسبوسة وازاي تطلع معانا احلى من اي مكان انت اكلت منه قبل كده البسبوسة. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معانا 3 كوبايات من دقيق السميد. خد بالك الكوباية اللي احنا بنستخدمها ديت هي اللي هتبقى المعيار بتاعنا طول الوصفة. حطينا 3 كوبايات يا معلم، وبعد كده نص كوباية من جوز الهند، وبعد كده معلقة صغيرة بالبيكنج باودر، ونص كوباية بقى من السمنة البلدي عشان تديك طعم حكاية، وهي دي اللي هتخلي معاك البسبوسة في حتة تانية خالص. هنقلب كله مع بعض، وبعد كده بإيدينا بقى هنقلبها كويس جدا. بص بقى كده، احنا هنسيب اللي احنا عملناه دوت على جنب. هنجيب بولة او كوباية او اي شيء معانا، هنحط فيه نص كوباية سكر، وبعد كده كوباية لبن بنفس المعيار. خد بالك اللي احنا بنستخدمه نفس الكوباية بتاعتنا، احنا مغيرناهاش، ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وممكن برضك نستخدم عسل النحل العادي، مفيش اي مشكله. هنقلب كله مع بعضه لحد لما السكر والعسل اللي معانا يدوب خالص، وبعد كده بقى هننزل على البسبوسه اللي معانا. خد بالك بقى اللي احنا هنا مش هنقلب ياما، لان احنا مش عايزين البسبوسه يبقى لها عرق. لو حصل لها عرق كده هتحس ان هي كانها اتحولت لكيكه. جبنا صينيه مقاس 28 ودهناها معلقه من السمنه ومعلقه من الطحينه. الطحينه بقى هتخليها متلزقش معاك خالص، وفي نفس الوقت هتطلع معاك محمرة وطعمها تحفة. صدقني هتطلع معاك تجنن. ودلوقتي بقى هندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، تطلع معاك بالشكل التحفة دوت. وهي سخنة كده البسبوسة مولعة نار، هننزل بالشربات بتاعها، والشربات برضك سخن مولع نار، ونسيبها بقى يا صديقي لحد لما البسبوسة تشرب معانا الشربات كله وتطلع معاك بالشكل التحفة دوت. لو عجبك الفيديو اعمل لها لايك واشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.